اخطر انواع الناس اللي لازم تاخد بالك منها في حياتك. الاصدقاء اللي حواليك، منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم اللي بيحبك ومنهم اللي بيكرهك. تقدر تشوف ده. الاعداء عالنين عن نفسهم ان هم اعدائك، وعارفين ان انت عارف ان هم اعدائك، بعض منهم، وبيخططوا لك. الناس في الشغل انت عارف ديتهم، عارف ان هم يعني عليك رباطية، يا اما غيرانين منك ومن نجاحك. كل العلاقات اللي حواليك هتلاقي نفسك بنسبة كبيرة اوي 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 واضحة لك، او انت عارف. ولكن اخطر العلاقات واخطر نوع من الناس اللي المفروض نفكر فيه وناخد بالنا منه هم الأقربون. أقرب ناس إليك هم أول ناس لازم تاخد بالك منهم. ليه؟ لأن بالنسبة لك بيبقوا محطوطين في المساحة الآمنة، وإن أنت مش مديهم خوانة. ليه؟ لأن دول تحت الجلد، هم أقرب ليك، إن هم ينهلوا منك عن أي حد بره ما يقدرش يعدي حدودك هتوقفه. ولكن دول خلاص تحت الجلد، في القلب ساكنين. فبالتالي هم اخطر ناس لازم تاخد بالك منهم. ولو شفت كده في حياتنا هنلاقي ان الوجع ما جاش غير من اقرب الناس، وبيشهروا للاسف سكاكينهم يعني جوانا، ويبتدوا يمثلوا بجثثنا استغلالا لقربهم. واحنا بقى نعيش في صدمة ان هم دول ازاي يعملوا كده وما يعملوش كده، والحاجات اللي فيها مشاعر كتيرة دي، وهم بينهلوا مننا ومن حياتنا. فدول اخطر ناس لازم نخلي بالنا منهم، هم القريبين فالقريبين فالقريبين.